السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض بقى البيتزا محبوبة الجماهير، مفيش حد ما بيحبهاش. هنعمل النهارده بيتزا سجق، هنخليها شرقي المرة دي بحشوة جميلة جدا، بعجينة طعمها جميل وهشة وطرية بطريقة بسيطة جدا. هنعمل أحلى بيتزا سجق. يلا بينا بقى نعمل عجينة البيتزا لبيتزا السجق الشرقي. اول حاجة هنزل كوباية من المية الدافية، وهنزل 2 باكت ونص من الخميرة الفورية، او ممكن لو عايزينها ما تبقاش هشة قوي ممكن 2 باكت، علشان انا هعمل عجينة كبيرة. ونزلت عليها معلقتين من السكر و7 معالق كبار من زيت الذرة على زيت الزيتون، عملت ما بينهم ميكس وسبتهم في البولة عندي لحد ما يبتدي الخميرة عندي تبتدي تشتغل، عشان نتأكد ان العجينة عندنا الخميرة هتشتغل معانا وهتدينا نتيجة كويسة. في الحالة دي انا بسيبها على جنب لحد ما تبتدي تختمر. ده زي ما انتم شايفين على كيس الدقيق شخصيا كاتبين ان لكل 3 كوبايات من الدقيق كوباية من المية. ده دقيق الضحى. هو الكيس الكيلو بيبقى فيه 8 كوبايات مش مليانين، فانا حطيت عليهم كمان كوبايتين عشان يبقوا 10 كوبايات، عشان كنت عايزة اعمل كمية من البيتزا. فحطيتهم على الخميرة بعد ما زي ما انتم شايفين كده اختمرت وابتدت تتفور عندي. ابتديت اخلط الدقيق مع الخميرة والكوباية المية، وهبتدي احط عليها رشة من الزعتر عشان انكه طعم العجينة، بيبقى طعمها مختلف وجميل قوي. وبعد كده هحط معلقة ممسوحة من الملح، وهقلب العجينة مع الخميرة مع المية بالشكل ده. وبيبقى عندي جنبي بقى 2 كوبايتين ونص من المية، او 3 كوبايات، وبننزل تدريج لحد ما الاقي عندي العجينة، لان من نوع لنوع دي بيختلف احتياج المية على حسب ما دي يحتاج مية، فاحنا بننزل بالمية بالتدريج. انا تقريبا استخدمت 2 كوبايتين ونص على الكوباية، يبقى 3 كوبايات ونص لحد ما دي عندي تشرب المية بالشكل ده وعجنتهم. هبقى رشة دقيق على الرخامة وتبقى نضيفة كويس جدا. هنزل العجينة وافضل اعجن فيها من مدة من 8 ل10 دقايق، نعجن فيها كويس جدا. هي في الاول بتكون بتلزق كده كويسة، ما نزودش الدقيق غير لو احتاجت، يعني لو لقيتوها بتلزق جدا ومش عارفين تعجنوها كويس، حطوا عليها شوية دقيق لحد ما تبتدي تبقى بتلزق حاجة بسيطة جدا مش بتلزق قوي. نخلي بالنا علشان هي لو ناشفة معاكوا والعجينة ما بتلزقش خالص، ده معناها ان دي كتير كده والعجينة هتكون ناشفة معانا. احنا عايزينها تبقى عجينة فيها طراوة وحلوة زي ما انتم شايفين كده، مع العجن بتبقى جميلة جدا وبتوصل للشكل اللي انتم شايفينه ده. العجين مش مقطع والسطح عندي املس بالشكل ده، زي ما انتم شايفين كده مش بتلزق حاجة بسيطة، مش مسكت في ايدي. وفي نفس الوقت لازم تحسوا بالعجينة بتاعتكم لو احتاجت مية او احتاجت دي. بعد كده بقفل عليها بستريتش وبسيبها ترتاح تماما لحد ما تخمر معانا. في الوقت ده بجهز عندي سجق بلدي. هبتدي عندنا اختيارين، يا نشوحه في زيت او نسلقه. انا سلقته بعد كده قطعته، بيبقى محتفظ بطعمه، بيبقى طري معانا. دي من المميزات ان هو لما بيتسلق بينزل الدهون الزياده بتاعته وبيفضل محتفظ بالسوائل بتاعته فبيكون طري معانا. بعد كده عندي بقى الخضار، فلفل الوان، فلفل اخضر، طماطم، كل الخضار اللي عندنا هنجيبه عشان نحط في البيتزا بتاعتنا. البيتزا الشرقي او البيتزا السجق بتبقى طعمها جميل قوي بالخضار. وقطعت طماطم وفلفل مشطشط وفلفل الوان، كنت مقطعه كميه عشان ما عملتش 2 بيتزا بس، انا عملت اكتر من واحده. وبعد كده الصلصه بقى السريعه بتاعتي اللي لا غنى عنها، اني اجيب صلصه جاهزه وبحط عليها رشه من التوم الباودر وشوية من ملح وشوية فلفل وشوية سكر، وطبعا حبة حلوين كده من الزعتر الناشف، وممكن شوية ريحان، وبنقلب مع شوية زيت زيتون أو زيت ذرة. خلطة الصلصة دي بتكون رائعة بجد، بتنجزني جدا لو ما عملتش الصلصة في البيت. وبعد كده بصوا بقى العجينة اختمرت عندي لدرجة ان هي طلعت كمان من البولة. انا سبتها لحد ما بقت متضاعفة كده وعملت نسيج من جوه كده، الخميرة ناجحة عندي. برش شوية زيت او شوية دقيق على الرخامة عندي، بقسم العجينة ل5 كرات كبار. ممكن تقسموهم اكتر من كده، انا عاملة صواني كبيرة. لكن في حالة ان انتوا هتعملوها صواني صغيرة، ممكن تضعفوا حجم الكرات او تقللوا حجم الكورة العجين.
وممكن كمان تقسموها على الكمية الدقيق والمية وكده، تعملوا نص الكمية او اقل حاجة كوبايتين من الدقيق على كوباية الا ربع من مية، هتعمل لنا عجينة واحدة اللي هي بيتزاية واحدة وسط حلوة حجمها كويس جدا. كده انا بسيب العجينة بعد ما بقطعها ترتاح تماما، وبعد كده ببتدي افردها على حجم الصينية بتاعتي، وبعد كده بمشي بالشوكة. بعد كده بنزل معلقة كبيرة من الصلصة، ونخلي بالنا من تريك مهمة جدا، انه يبقى حجم او سمك العجينة مش رفيع قوي. احنا لو عايزينها هشة، عايزينها تبقى بان، احنا اللي بنتحكم في سمك العجينة. ممكن نخليها رفيعة قوي للناس اللي بتحب العجينة تبقى رفيعة، وفي ناس بتحبها تبقى سميكة. ده على حسب سمك العجينة احنا اللي بنتحكم فيه. فاللي بيحبها تبقى رفيعة يخليها سمكها رفيع، عايزة تبقى سميكة يعملها سميكة. وكمان العجينة علشان هشة معانا فبتنتفخ معانا وبتدينا السمك المطلوب. بعد كده رشيت بقى فلفل الوان، بعد كده حطيت بقى كمان السجق عندي، وكمان زودت كده فلفل هالبينو بيدي طعم جميل قوي. عملت الصينية التانية الكبيرة برضو، حطيت في الاول الخضار، حطيت الصلصة، وكمان حطيت بعد ما رشيت رشة من الخضار والفلفل الالوان والطماطم، هكون مجهزة عندي بقى الجبنة الحلوم. دي البطرة بتاعتي ما بقدرش استغنى عنها، بحطها في مية الاول، بعد كده بقطعها بستخدمها، بتطلع معايا جميلة جدا. بديل الجبنة الموتزاريلا، ممكن لو حد بيحب جبنة موتزاريلا يحطها، انا بحب جبنة الحلوم بتديني مطة حلوة وكمان بتسيح. بس ما نسيبهاش كتير في الفرن، وبكون مسخنة درجة حرارة 200 في الفرن، بحطهم على الرف اللي في الوسط وبسيبهم عندي لحد ما يطلعوا عندي بالشكل الجميل ده. بياخدوش غير ربع ساعة بالكتير. لازم نتابع البيتزا، اول ما نلاقي عندنا ان الطرف عندنا نرفع البيتزا كده، العجينة بقت خلاص الطروف بتاعتها ذهبي كده، خلاص كده الجوانب بتاعتنا بقت كرانشي، بقت خطيرة. نقدمها احلى بيتزا، وكمان عاملاها بالاطراف بتاعتها طعمها خطير. العجينة تتاكل لوحدها، لازم تجربوها. ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وشكرا جدا لمتابعتكم الجميلة.